زي ما انت شايف دي سكرين صفحة المختلط. اول ما عرفوا خلاص ان بن شرقي جاي النادي الاهلي، فقال لك ايه، 14,000 لغوا الفولو من الزملكاوية لبن شرقي على الانستجرام. بعدها بكام ساعة كده راح جاي لك ايه، 20,000 لغوا الفولو طب انت بتعرفها ازاي يا اسطى؟ انت خليتها 14,000 بعد كده 20,000. فانا قلت اما ادخل كده على صفحة بن شرقي على الانستجرام، يمكن زمانهم وصلوا. هو كان في الصورتين مفيش اي اختلاف. انت عرفت منين اصلا ان هو ناقص العدد ده؟ فانت يعني هي نفس الصورة اصلا. فما تفهمش هو ادمن تاني ولا لا، ولا هم مش مرتبين. فواحد قال لك 20 وواحد قال لك 14، ولا هو كل ساعه بينزل 1000 ولا حاجه. فقلت اما ادخل انا واشوف السكرينه من عندنا اهي، ده بقى 1.5 مليون يا اسطى. انت بتزيد ولا بتقل؟ مش فاهم يعني. بقى 1.5 مليون متابع. فدي دماغهم بقى. هنخش ايه، نقطع في بن شرقي. مع اني سالت واحد من اسبوع كده، قلت له، واحد زملكاوي يعني، قلت له بن شرقي لو جه الاهلي، قال انا هفضل احب بن شرقي. بن شرقي ده بين قلبي، فمهما جه هفضل اشجعه. يا ابني ده هيجي الاهلي، ماليش فيه، انا هفضل اشجع بن شرقي. معنى كده ان زيزو لو جه الاهلي انا هتبقى اهلاوي؟ أنا مش فاهم برضه ايه العقليه بتاعتهم بقى. يعني لو زيزو جه الاهلي وده المنتظر يعني، فعادي يعني، انت اي حد بيجي يعني، فهتبقى انت اهلاوي ولا هتفضل زملكاوي، ولا هتشجع زيزو ولا تحب زيزو؟ لا، فهو كلام على الفاضي يعني. انت هتلاقيه اصلا نفس الشخص ده خلاص ما دام بن شرقي جه، هتلاقيه بيشتم في بن شرقي، ده مش عارف ايه، ده خلاص راحت عليه. زي ما طلعوا، بس طلع بقى كله بقى، طلع بقى ما فيش حد يختلف على بن شرقي يعني هم لحد دلوقتي راح الجزيره وراح الامارات وراح قطر وراح ايا كان الانديه اللي بعد الزمالك، فضلوا يحبوه وفضلوا ذكرياته. وكل ما كل فيديو اللي بن شرقي ينزل يعملوا له قلب ولاف ومش عارف ايه. حتى بن شرقي هو ماشي يعني كان ليه بوست شهير يعني هو الزمالك هيفضل في القلب مش عارف ايه. عادي، مش فارقه كتير يعني. فانت دلوقتي اللي طالعين بقى يقولوا لك بن شرقي راحت عليه، ده ما نعرفش مستواه. طب هو مش هيبقى هنمسك بقى اللي شفت امام عاشور لما جه نسخه الزمالك، ده بقى اللي هم بيمسكوا فيها بقى نسخه نادي الزمالك. امام عاشور نسخه الزمالك. زي هو التحديث بقى، مش عارف نسخه بقى كاننا بنلعب لعبه بيس بقى ولا لعبه فيفا ايا كان بقى. دلوقتي هيبقى بن شرقي نسخة الزمالك. مهما لعب بقى ومهما جاك بطولات ومهما عمل ومهما سوى ايا كان اللي هيعمله يعني في النادي الاهلي، سواء هيبقى حلو سواء هيبقى وحش ايا كان، عمرهم ما هيقتنعوا ان هو حلو يعني. خلاص هو خدوا الحلو بتاعه. زي ما احنا مثلا بنقول لك، يعني انت دلوقتي انت خدت عبد الله السعيد، احنا كان معانا في عزه مثلا. فانت دلوقتي احنا بنقول لك نسخة الاهلي بتاعت عبد الله السعيد ما ملناش علاقة بيه. هنقول لك نسخة الاهلي بتاعت ناصر ماهر ما لناش علاقة بيه يعني. كده كده اما اللي احنا بنرميه يعني. انتوا كنتوا فرحانين مثلا بعبد الله السعيد وبناصر ماهر وايا كان بقى اللي انتوا خدتوهم بقى، واللي احنا رميناهم وانتوا خدتوهم يعني، او اللي احنا ما رضيناش نجدد معاهم وانتوا خدتوهم. فما بنرجعش نقول لك نسخه الاهلي. فانت دلوقتي ماسك لي امام عاشور ما جابش مستواه لما كان في الزمالك. دلوقتي هيبقى بن شرقي ما جابش مستواه لما كان في الزمالك. طب ايه العلاقه يعني؟ انتوا طالعين دلوقتي تقولوا طب ما انتوا كنتوا بتتفاوضوا معاه ولا عشان هو ما جاش يعني؟ هو لو كان اقلب الوضع بقى، لو هو كان راح الزمالك ده كنتوا عملتوا ايه كلكم؟ بوستات بقى لان هنا للصبح، وبن شرقي رجع، وبن قلبي، ورقمك جاهز يا صاحبي، وكل حاجه بقى تبقى حلوه لبن شرقي. لكن هو لا، ما دام هو وبيقول لك ايه يعني، شوف الفرق بقى، ان هو ضحى مش عارف ب 400,000 دولار من فلوسه عشان النادي الاهلي. طب فين يا اسطى؟ فين انتوا مكانكم في القلب وبين قلبي وخلاص العلاقه بتاعت النادي الزمالك؟ لا، هو الراجل يعني انتوا دلوقتي لما طلعتوا بعد ماتش بيراميدز والاهلي، وكله طالع يقطع في الحكام، وكله طالع يتقطع في الاهلي، وكله طالع يقطع اهل النادي الحرامي طب احنا اصلا الناس اللعيبه دي اللي بتسيبك وبتجينا دي جايه النادي الحرامي ليه؟ طب هو جه عندك وشاف الشرف وشاف احسن من الشرف مفيش، وشاف كل حاجه حلوه عندك. طب هو دلوقتي ما بيرجعلكش انت تاني ليه؟ ما حدش يقول لي انتوا كلمتوه كل شهر يعني. كل شهر ايه ده؟ من اول ما مشي لحد من اسبوع كل ما يحصل حاجه بن شرقي راجع الزمالك، كل ما يحصل حاجه بن شرقي راجع الزمالك، كل ما يحصل حاجه خلاص بقت ما تيجي تهدد جمهور الزمالك تقول لهم بن شرقي جاي. طب إيه يعني؟ هو دلوقتي عشان جالنا هيبقى وحش مثلا؟ طب ما انتوا كنتوا بتتحايلوا عليه وهتبوسوا ايديه وهتبوسوا رجليه، وكلكم كنتوا بتحبوه لما كان في قطر ولما راح الامارات، وكلنا بن شرقي وبن قلبي وتشتموا في الاداره. طب هو دلوقتي الاداره بتاعتكم ما عرفتش تجيبه، اداره الاهلي هي اللي جابته. هو بقى احنا اداره حراميه ونادي حرامي ونادي كل حاجه وحشه. طب هو جه النادي الاهلي ليه؟ ما راحش الزمالك ليه؟ فهو كلهم طالعين كده بقى، ده خلاص كبر، ده خلاص خدنا الخلاصه كله في بتاعته في نادي الزمالك، مش هيعمل حاجه مع النادي كله بقى بينجم بقى. ده حتى اسلام الصادق مش عارف كان بيسال سؤال امبارح، هو هيبقى حلو يعني، هو هينجح مع النادي الاهلي ولا مش هينجح؟ فمش عارف مجدي طلبه بيقول له احنا مش هنعمل مش هنعرف في الغيب. قال له لا، بس هو احنا بقالنا 4 سنين ما شفناش مستواه، ولا بقالنا 3 سنين ما شفناش مستواه.
لا، ما احنا شفنا مستواه مع الزمالك وكان حلو مع الزمالك، على كلام كنتوا يعني ان هو كان حلو معاك وكان اسطوره بالنسبه لكم. فهو ما دام جه الاهلي يعني هيبقى ايه اللي هيخليه يبقى وحش يعني؟ مش فاهم. طب هو اختار النادي الاهلي ليه عنكم؟ طب حد يديني بقى مبرر بقى، غير ان احنا نادي حرامي ونادي. لا، احنا بنشتغل احسن منك، احنا معانا فلوس اكتر منك، معانا بطولات اكتر منك، هنلعب في بطولات انت ما بتروحهاش، انت ما بتشوفهاش. ما هو الراجل بيحسبها صح يعني، هو سابكم ومشي عشان خاطر الفلوس، وانتوا دلوقتي معكوش فلوس، هيرجع لكم تاني ازاي؟ وهو في حاجه برضه غريبه يعني، هو ما دام بن شرقي عشان الفلوس، طب ما هو دلوقتي بيقول لك ضحى ب 400,000 دولار عشان يروح النادي الاهلي. يبقى في في الموضوع، يبقى في حاجه، يبقى هو هيستفاد حاجه من النادي الاهلي ما دام هو ضحى، سابكم ومش عشان الفلوس وجالنا احنا كده، معناها مش هو جاي عشان الفلوس، يبقى في حاجة أهم من الفلوس. ف... ف... فأنت كزملكاوي بقى هتفهم ولا مش هتفهم؟ مش كل البيتجات بقى نازلة تقطيع بقى في بن شرقي. طب ما تلوموا الإدارة بتاعتكم اللي ما عرفتش تجيبه؟ لا، طب ما تلوموا الإدارة بتاعتكم طب احنا دلوقتي لما احنا اتأخرنا في الصفقات كله بقى طلع يشكر الإدارة بتاعت النادي الأهلي، ما ده حقهم دلوقتي يعني. انتوا دلوقتي حقهم ان هم بيعتذروا للخطيب وبيعتذروا للإدارة انهم تنهم مرقدين في الموضوع لحد ما تشوف تريزيجيه راجع. وحتى كان آخر كلام من يومين ان هو بن شرقي وتريزيجيه مش هيجوا، خلاص ما دام الاتنين جايين يبقى واحد فيهم بس يعني. شفت الإدارة فاجئت الجماهير ازاي؟ ليه؟ من كتر الضغط على الاداره، من كتر الضغط على الناس، عايزين صفقات عايزين، لكن انتوا عادي ولا يفرق معاكم. هو ما دام زيزو موجود يجدد ب 100 مليون ب 200 مليون وطز في الباقي. فهي دي دماغه. فهو انت دلوقتي ما حدش يزعل من الزملكاوي، خليك يا اسطى شجع بن شرقي في الاهلي وخلاص وبقى اهلاوي، ويومين ثلاثه وخلاص وزيزو هيخلص العقد معاك ويرجع لنا تاني. فهو انت دلوقتي طالع كلام جدد للزمالك، لا ما جددش، ده عايز 80 مليون، لا ده عايز 70، ده هيحصل مش عارف ايه في الفرقه. طب خليك انت يعني، انت دلوقتي كل برامج طالعه من النهارده بيراميدز والزمالك بيلعبوا، طب ما كنت تاخر الاستديوهات اللي انت عاملها امبارح، ما فيش ولا ماتش وكلهم طالعين يتكلموا يعني، انت كلهم زمالك طالعين يتكلموا على صفقه بن شرقي للاهلي. طب ما تستنى النهارده بعد ماتش بيراميدز والزمالك تجيب كل الاستديوهات اللي هي طالعه تتكلم في حاجه ملهاش دعوه بالكوره، يتكلموا النهارده في بيراميدز والزمالك. يعني انت دلوقتي لما تبقى كلهم زملكاويه حللوا ماتش النهارده بقى، يعني الله اعلم هيعملوا هم بيلعبوا دلوقتي، يطلعوا دلوقتي يحللوا زي المحترمين زي الناس اي استديو عادي بماتش خلص ويطلعوا يحللوه زي ما هم طلعوا في الاهلي وبيراميدز كلهم قطعوا في الاهلي وفي التحكيم ومجاملات وحرام وكل كلام وكاله كله كلام بقى عن الاهلي. ليه ما استنتوش النهارده؟ يعني هو فرق يوم واحد. لا، هو عشان في حدث كبير بن شرقي، حتى ما عملوش كده في تريزيجيه، مع ان تريزيجيه يعني هو ارقامه كل حاجه عن تريزيجيه طبعا احسن من بن شرقي. لا بس هو بن شرقي مع انه مش جاي من نادي الزمالك، فهو عشان هو زملكاوي وعشان الناس كلها في الزمالك بتحبه، فانت هتشوف دلوقتي الفرق. يعني انت هتشوف الفرق دلوقتي ما بين اللي بيحبه من هو اللي كان بيحبوه ودلوقتي كلهم هيقلبوا عليه. مع ان الراجل معلوش، الراجل محترف يعني، هو راجل محترف دلوقتي، فلوس. هو دلوقتي ما جالناش عشان الفلوس، عشان ما الناس ايه، ده اللي وجعهم، او يعني ده اللي هم ماسكين فيه ان هو ضحى عشان يروح النادي الاهلي. هي دي اللي هيمسكوا فيها، ان هو ضحى بشويه فلوس عشان يروح النادي الاهلي وما راح لهمش هم. طب هو انت عايزه يجي يلعب لك ببلاش طيب ولا مش فاهم؟ طب انت عايزه يجي يلعب ببلاش، انت معكش تجدد للناس اللي موجوده، عايزه يجي وهو عارف الوضع بتاع الفرقه بتاعته، فانت عايزه يجي يعني يلعب ببلاش؟ ما حد يطلع يقول بقى يعني الناس. ففي ناس شويه عاقلين برضو مش هيعترضوا على بن شرقي ولا هيشتموا فيه ولا هيقطعوا فيه ولا هيتكلموا عليه، بس شويه قليلين. وشويه تانيين قليلين قالوا لك احنا هنفضل نشجع بن شرقي، وهم مش بمزاجهم هيقلبوا عليه وهيشتموا فيه، وهيبقى امام عاشور التاني وزي ما كلهم كانوا عملوا كده يعني. انت من بدايه من رضا عبد العال بقى، رضا عبد العال، طارق السعيد، اينو، مؤمن زكريا، مين تاني، امام عاشور، كهربا، عودة بن، كلهم يعني. انت بقى عد بقى كم واحد راح، حسام ابراهيم، مين تاني؟ واللي بيجي من عندنا يروح عندكم احنا خلاص مش عايزينه، احنا مش عايزين نجدد معاه، عبد الله السعيد وناصر ماهر. لكن انت بيبقى عينك طالعه اللي هو جاي، اللي انت مش سايب، هو اللي سايبك مش انت اللي سايبه، وتبقى عينك طالعه عليهم خلاص هو بيجي لنا. يعني شيكابالا ذات نفسه كان ماضي عندنا، وائل الاباني كان ماضي عندنا، كل اللي عندك كانوا ماضيين عندنا وعايزين يجي يلعبوا عندنا. فانت دي حاجه ما تضايقكش، حاجه تعترف ان انت خلاص مش نادي القرن، مش هو اكبر قلعه رياضيه في مصر، مش كله مش بالكلام. يعني انت لو كل ده فيك وانت كل حاجه يعني انت الاول وانت كل حاجة، الناس دي بتسيبك وتمشي ليه يا اسطى؟ طب ما تعيلها بدماغك كده، اعترف ان انت عايز تبقى زينا او نصنا او ربعنا او قلتنا بس يعني، مش شرط يعني. ربنا يهديكم.